ما تيجي يلا لو عندك شوية عسل هاتيهم وتعالي نعمل العسل الجميل ده. يا دوبك بمكونات بسيطة جدا: نص كوباية عسل، ربع كوباية زيت، ربع كوباية مية، معلقة بودر، كوبايتين ونص دقيق، وعملنا السكر الجميل ده، لزوم السقعة والشاي أو اللبن. يلا بينا نشوف عملناهم ازاي. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض حاجة حلوة ومكوناتها بسيطة جدا، ان شاء الله موجودة في كل بيت. يعني مكونات بسيطة جدا، مش هتكلفك اي حاجة، وهيبقى عندك كمية قراقيش يعني ما شاء الله عليها. المكونات بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده: ربع كوباية زيت، تقريبا هناخد ربع كوباية مية برضو، هناخد نص كوباية عسل اسمر، هناخد بيكنج باودر، وهناخد كوبايتين ونص دقيق، وهنعوز في الاخر شويه سمسم نحطهم على وش القرقاش اللي احنا هنعملها. دي بس المكونات بتاعتنا. زي ما قلت لكم: ربع كوبايه زيت، ميه، عسل، دقيق، وشويه سمسم في الاخر. هنبدا بقى مع بعض الطريقه. طبعا احنا عارفين ان احنا داخلين على على البرد، والبرد محتاج تدفئه، والتدفئه بتحتاج شاي او اي مشروبات، ومعاها الحاجات اللي احنا هنشوفها دي. هنعمل بقى مع بعض شويه قراقيش تحفه. هننزل بالعسل بتاعنا، مش هنستخدم اي حاجة الا العسل بس، مش هنستخدم سكر بقى ولا حاجة. العسل بتاعنا، الزيت، المية، وهقلب كل دول كده لغاية ما يختلطوا تمام مع بعض. بنقلب بقى لغاية ما الزيت مع العسل مع المية يندمجوا كده مع بعض. ممكن على فكرة تحطي مكان الزيت سمنة أو زبدة، ممكن تحطي مكان المية لبن، بس لو حطيتي لبن مش هتبقى مقرمشة أوي. هنزل بقى بالبيكنج باودر بتاعنا على كوبايتين ونص دقيق. بسم الله. وهلم بقى كده دي مش بتحتاج عجن، هنلم بس الدقيق في السوائل بتاعتنا. هي هتبقى حاجة كده عسل كده بين القرص والبسكوت يعني. حاجة كده بالعسل، وعارفين طبعا العسل فوائده جميلة جدا. هلم بقى كل الدقيق بتاعنا كده. مفيش فيها خميرة طبعا، هنشتغل وهتدخل الفرن على طول. دي شكل العجينة بعد ما لميتها. زي ما قلت لكم ما بتحتاجش عجن ولا حاجة، هنبدأ على طول نشتغل، لأن احنا العجينة بتاعتنا مفيش فيها خميرة. هنعملها على حجم القرصة اللي احنا هنعملها، نكورها كده على حجم القرصة اللي احنا هنعملها، وانزل بيها في السمسم على طول، وهفردها
على حسب ما انا حجم القرصة اللي انا عايزاها او ال- واحدة كده بالعرض وواحدة بالطول. احنا مش عايزينها تخينة او عايزينها ايه، تكون رقيقة شوية. كوباية كده او ملعقة او حاجة، هنساوي الأطراف بتاعتها. ممكن تستغنى عن الخطوة دي لو هي تطلع معاكي مسوية من أول مرة. وأرصها في صينية برضو مدهونة بالزيت. هعمل نفس الكمية اللي معايا وهدخلها في فرن. أنا هقوم أولعه أهو، وتحط في الرف اللي في النص، ولما تطلع إن شاء الله أوريكوا شكلها عامل ازاي. بالمنظر ده كده هدخلها فرن في الرف الوسطاني يدوبك ربع ساعة بس وأطلعها. دي شكل العسل بتاعتنا اهي بعد ما طلعت من الفرن. شايفين الجمال؟ بجد ريحتها فظيعة. دي الكمية اللي عملناها من كوبايتين ونص دقيق بالظبط، ونص كوباية عسل. عملنا القرص العسل الجميلة دي، إن شاء الله تنفع فطار مع شوية شاي، تنفع بالليل كده في البرد مع شوية شاي برضه أو لبن. حاجة جميلة جدا، أتمنى تجربوها. يلا لو الفيديو عجبكم ياريت متتخلوش عننا بلايك ومشاركة الفيديو ومشاركة في القناة. أشوفكم في فيديوهات جديدة إن شاء الله.